شاب مسير وحواجلي شعره لورا. في كلتا الحالتين زي الخرا. انت ببيتي وهو ببيتك، انتوا الاثنين في بيت واحد. ازاي حتى لو خطيبك فحضرتك نكون نحترم عاداتنا وتقاليدنا المصريه. انا مش عاوز اكون منتقد لمجرد الانتقاد. بقى فنان علشان كأنه تعرف. وحتى لو في خطيب يملط كده لخطيبته وانت قابله على كده، في خطيبه تلبس عبايه وتقعد محزقه نفسها كده لخطيبها، في كده، في ناس كده. انتوا كده. مساء الفل. مساء النور يا اختي. قولي ما جات عليكي. الانسان ده صنع الله ونعم بالله. حاجه ما تسمحش لاي بني ادم يبهدله، ويا ويل لكل بني ادم يقهر انسان. ده صنع ربنا. مع صنع ربنا حضرتك جميل. صنع ربنا بيكون جميل، احنا نبوظه بقى. يعني زي حضرتك رازعه حواجب ولا بتاع المحاره بتاع المحارين. ليه نعمل كده بقى؟ صنع ربنا سبحانه وتعالى خلق حواجب كده. الحواجب عادي طبيعيه عادي. ليه نلعب فيها بقى ونخليها ليه؟ اشتروني واعرفوا قيمة غلاوة. يعني اما اشتريناكي وانت لسه شاب، هنشتريكي بعد ما اتكهنتي يا وليه عيب. واسمعوني ياللي مش عارفين حكايتي. على فكره كشف الودان بقى غالي، بقى 300 400 جنيه، فاحنا مش ناقصين. الله يبارك لك. خلاص كفايه موهبه الله. بس كلكوا عارفينها. احنا كلنا عندنا ذنب. ان احنا بنشوف اشكالكم. يعني احنا ما نعرفش في ايه. في حاجات غلط في باقات النت. اشتروني واعرفوا خلاص. حاضر ما تزعقيش. حاضر. قيمة غلاوتي. احنا قيمة غلاوتك ايه يا حاجة؟ الله يبارك لك. اولادك وجوزك وبيتك لما انت تعملي كده، امال سبتي الهلس. النهارده انا بين ايديكوا صدقوني. المصيبة انك بين ايدينا. ما انت لو مش بين ايدينا هناك مثلا في المقابر، ما احنا كنا ارتحنا. يمكن الأمر بيد الله. يجي بكرة هتدوروا مش هتلاقوني. انا اتأثرت وفات شوية اتأثر عليكم يا حاجة. الله يهديكي. الله يبقى اتحايل عليكي تاني. اعمل لك ايه تاني؟ ابوس دماغك يا ست. الله ما خايف ابوس دماغك الشعر يطلع في بقي. انت شاربه سلوكس؟ انتوا درجيه فهلويه. عندنا اصغر شاب شايبكم في اسكندريه. احنا فين؟ احنا كده وصلنا اسكندريه بالطريقه دي. ما انت كده بتخوف من المتابعين حضرتك. ولا اللي هيجي على المسنة هيتسن. اسمع علي. حلوه للصبح. حلوه. هاي يا جايز. لبس اللايف. عملنا ايه في حياتنا وحش عشان نفتح التليفون نلاقي الاشكال دي في وشنا؟ عملنا ايه وحش؟ احنا عملنا لك ايه وحش؟ لسه مستحمية فشعري اقرب. بيعجبني التصالح مع النفس. الجرب جربانه تقول جربانه. التصالح رهيب. شايفاك اللي في الكومنتات عشان مستحمية. اوكي الفانيلا كارينا. فاضل ايه؟ العيها الفانلة كانها محرراكي. العيها ما انت طالعه بقميص. ده قميص نوم مش فانلة. ده انت طالعه كده. ما العيها في تربيه حصلت. هذا الثاني الشاب المجتهد ده كل يوم من 5 الفجر لحد الساعة 10 الصبح بيفتح لايف على التيك توك. الشاب الجميل ده المجتهد ده بيقعد يعمل بالحديد كده قدام الناس. تبعت له هدية، تطلب منه عدد معين من العملات فيقوم عاملها. كان امبارح لابس لبسه عادي طبيعي، مفيش اي مشكلة. النهارده في حد داعم اجبره ان هو يقلع التيشيرت بتاعه، فطلع بالمنظر العرة اللي قدام حضراتكم ده عشان خاطر يرضي الناس الداعمين. تفاهات وسخافات وقلة قيمة وقلة تربية وقلة كل حاجة قدام الكاميرا وعلى لايف مباشر على التيك توك. النماذج المقرفة دي عاوزينها كلها تتسجن كلها. يعني ايه الورق خلص؟ يعني ايه ورق انتخابات يخلص؟ يعني ايه؟ يعني في اصوات ملهاش لازمة، في ناس ملهاش لازمة، ولا في ورق اتباع واتبدل ودخل وطلع والكلام ده كله؟ يعني ايه ورق يخلص؟
البلد كلها عند اللي شايل التصويت، ومعالي المستشار بيقول الورق خلص. احنا عايزين نعرف الناس دي متوجهه لمين؟ حرام اللي بيحصل في نظام بطول. احنا كغلابة ما علينا الا الصمت وقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لو هتقع من الطيارة اوعى تفكر زي ما كل الناس بتفكر وتقول لك نط في البحر، عشان الخبطة ممكن تسبب لك او ممكن تخليك تتوفى. ولكن انت نط على الارض عادي، ولكن اختار المكان الصح اللي تنزل فيه، واختار مكتب المستشار محمد ابو بدر محامي الغلابة في مصر. معاك او ما معاكش تنور مكتب اخوك وتحت امرك. دي حاجة من حاجات بتحصل، دي مصيبة من مصايب بتحصل، دي كارثة من كوارث بتحصل. للأسف الشديد بعض الصور اللي زي كده بتكون أعمال، بتكون غيرة من شخص أو بتكون غيرة من ست لست. للأسف الشديد كذب المنجمون ولو صدقوا. للأسف الشديد موضوع السحر ده كفر، أنت بتشرك بالله سبحانه وتعالى. ما تستسهليش إن حد يقولك تعالي وهوديكي لحد يعمل لك ويسوي لك. ما تستسهليش، انت بتشركي بربنا سبحانه وتعالى، انت بتتجردي من اسلامك ومن ايمانك. انت للاسف الغل عماكي والكره عماكي وخلاكي تتجردي من دينك، فما بالك من حياتك بعد كده. ما تستسهلوش، عشان اللي بيأذي حد ربنا سبحانه وتعالى بيردها له. لحظة، أول فيديو بسيط جدا جدا فوق الوصف، ولكن في رسالة جميلة، فتعالوا نوصلها. ايوه يا مسهل يا رب. لا دي بتدور بجد، دي لفت بجد. شرب بينضف اهو. سقفة كبيرة يا احمد يا ولاد. امال تكنولوجيا. كده احمد شاطر كده. تروح بقى تلم كل الشرابات لامك وتغسلها لها. ده طفل اخترع غسالة. الموضوع بسيط جدا، واي حد ممكن يعملها، بس ده طفل. يعني حط في دماغك ان ده طفل، فطالما فكر وكرر ونفذ، ده حاجه الله اكبر، نتشرف بقى كلنا احنا كمصريين. بوم، شوفوا مين معايا. ممكن نشوف اللي رباكم عاوزين نشوفه بس. فجأة مش كده؟ احلى فرع يا عم. دول بيعبوا المياصه في كيس اي حاجه. اهم حاجه اللي هو ميسو في الشارع، ميسو مش عارف فين، ميسو في البيت، اي مكان اللي هو فيه. احنا في مفاجآت خفية. قولي لي كلمة من 4 حروف. انت عيل معاه. I love you، يعني بحبك يا ولا. ولا يا ولا. نعمل خرارة كبيرة، تمام؟ خرارة كبيرة، نجمع بقى الناس دي اللي زي كده، تروح رازعه بالرجل ينزل في قلب ما يطلعش تاني بقى. مش محتاجة حاجة يعني. أنا جهزت القهوة وجاي مع حضرتك. أنت في إيه؟ يا ليفل 22. تقعد بقى في اللايف كده حوالي ساعتين 3 ساعات. ولادها فين؟ ما تعرف. ليه ما بتربهمش زي اللي بربوا؟ ما تعرفش. هي نفسها محتاجه حد يربي. جوزها فين؟ يشوفها وهي قاعده ما تعرفش. ملوطه وشها، قاعده مفخده في جسمها وقاعده كده قدام الكاميرا. ارحب يا ابو مش عارف ايه، وارحب يا ابو مش عارف ايه، وتقولوا احنا ما بتقدمش ليه؟ يا وليه يا ايه؟ ده مرشح، تمام؟ في واحد خد سكينه او حاجه وقطع اليافطه بتاعته. تعرفش الغل اللي في قلوب الناس. هل المحبه حد بيشتريها بفلوسه؟ هل حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما اعرفوش والله، بس الفعل ده فعل ناس ناقصه. اللي يفرط في هويته عشان الفلوس يبقى لازم يوطي عشان يدور عليها. اللي يفرط في نفسه ويفرط في صوته يبقى لازم يلحس التراب عشان يدور على نفسه تاني، ويدور ولو لقاها هتبقى برخص التراب. الله يقويهم ويساعدهم ويعينهم على اللي هم فيه. محدش ينشر صور عن الجاسوم كتير، عشان للأسف الشديد بعد كم الصور اللي بتنشر بتلاقي عين اترزعت فينا بنقابل بال10 أو ال15 حالة وفاة في شهر واحد.